هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة عاملين أكلة من الآخر، فاصوليا باللحمة. الأكلة اللي ريحتها تملى البيت وتفتح النفس. هنعملها بطريقة سهلة وطعمها تحفة، واللحمة طالعة طرية ودايبة. يلا بينا نشوف مع بعض سر الطعم اللي بيخلي الكل يقولك عايزين منها تاني. معلقة سمنة كبيرة، وهننزل بصلتين كبار مفرومين كويس، اول ما البصل يخدل معانا زي ما انتوا شايفين هننزل بكيلو من عصير الطماطم. انا هنا عاملة الطماطم وحطها في الفريزر. هنبدأ نحط التوابل: معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، ربع معلقة صغيرة توم باودر، وهنضيف 2 مكعب ماجي. معلقة صغيرة السبع بهارات، حلة على النار هننزل بمعلقة سمنة كبيرة، وبعد كده هننزل باللحمة هنشوحها على حسب اللون اللي احنا عايزينه. هنضيف ورق لورا 3-4، وحبهان برضو 3 أو 4، بصلة مقسومة نصين، فلفل اسود، نص معلقة صغيرة. انا عاملة نص كيلو لحمة، ربع معلقة صغيرة السبع بهارات، وهننزل بمية مغلية. انا هنا زودت حتتين لحمة كمان. هنسيبها تغلي 2-3 دقايق، بعد كده هنوطي عليها وعلى نار هادية. واول ما الصلصة تتسبك واللحمة تستوي هننزل باللحمة على الصلصة.
وهننزل بما يعادل مج شوربة. معانا ربع كيلو من الفاصوليا البيضة. اول حاجة هننقعها قبلها بيوم بالليل، وبعد كده هنسلقها وهننزل بيها وهنقلب وهنسيبها على النار شوية دقيقتين عالي، وبعد كده هنوطي عليها 5 دقايق ونقفل عليها. كنت ناسية اضيف الملح، هنضيف معلقة كبيرة من الملح. وبكده تكون الفاصوليا باللحمة جاهزة. ريحتها وشكلها تفتح النفس وطعمها تحفة بجد. أكلة دافية ولذيذة. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم وصفة جديدة. باي باي يا حلوين.